السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم عندي في القناه. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي تمام الصحه والعافيه يا رب. فيديو اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الكنافه بحجم عائلي وبحجم فردي، كل وحده والحشوه ديالها. كنتمنى تبقاو معايا لاخر الفيديو نشوفوا الطريقه والمقادير في نفس الوقت. مرحبا بكم عندي. هنا عندي نص كيلو ديال الكنافه اللي تقدروا تلقاوها عند المحلات اللي مختصه في بيع لوازم الحلويات. غادي نشدو غادي نقطعها بشي طرونشوار ولا موس بحال هكا طريفات صغارين بحال هكا حتى نكملها كامله. من بعد غادي نديرها في شي باسينه ولا شي بانيو اللي غادي نخدم فيها، وغادي نحاول نزيد نفتتها او نفكها بيدي، حيت كيكونوا دوك الشعيرات ديال الكنافه هكا مجموعين وملصقين. نحاولوا نفكوهم بحال هكا مزيان، شعره 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 مزيان باش ملي نجيو نديروا الزبده تلبس لنا كامله بالزبده ويجيونا كاملين مقرمشين، ما تكونش جهه مقرمشه وجهه لا. صافي من بعد هنايا ما فكيتها مزيان، هانتوما كيف كتلاحظوا كيفاش رديتها. غادي ندوز باش غندير الزبده. هنا انا درت 150 غرام ديال الزبده دايبه، لبست بها الكنافه كامله بحال هكا حتى كنحس بها انها تلبست بالزبده وتبدل اللون ديالها كامل من بيض ناصع بحال صفرا شي شويه باش تجينا كامله مقرمشه. صافي هنا جبت المول انايا، اختاروا اللي بغيتو، الشكل اللي بغيتو دائري او مربع ولا اللي كان عندكم. غادي نلبسوا بالكنافه كامل من الجناب ومن الوسط، السمك يكون متساوي، ما رقيقاش وما غليظاش بزاف. وغادي نزيد نضغط بيدي اولا بشي زليفه ولا كاس اللي كان عندكم باش نضمن بان يمشي السطح كامل مستوي، ما يكونش مايل ولا شي بلاصه هكا غارقه، يكون متساوي بحال هكا. صافي غنطرف الجناب وغادي ندوز باش نحضر الكريمه اللي غادي نعمر بها الكنافه. هنا انا خديت كاسرونه غادي ندير فيها نص لتر ديال الحليب، 3 معالق كبار ديال النشا عامرين مزيان، و2 معالق كبار ديال السنيده. هنا السكر يبقى حسب الذوق، انا اكتفيت ب2 المعالق. صافي عاد نشعل البوطه على نار متوسطه مع مواصله التحريك دائما باش ما تلصقلناش النشا في القاع اولا تحرق. صافي هكذا حتى يختار لنا الخليط مزيان لدرجه الغليان. عاد نضيف الياغورت اللي كان عندكم. انا هنا استعملت بيرلي الخضر، اللي كان بغيتو تستعملوا بيرلي الزرق اولا ياغورت مسوس اللي كان موجود عندكم ديروا. صافي وغادي نخلط مزيان وغادي ندوز وغادي نخويها في الكنافه ونحاول نوزعها باش يجي السطح مستوي. وغادي نخليها على جنبي واحد شويه تبرد ليا على ما انا نستف الكنافه في هذه القوالب الفرديه بحال هذا الشكل. غادي نستفها ونضغط مزيان بيدي ولا بشي كاس. صافي وغادي ندوز في هذه الاثناء غادي تكون بردات شي شويه هنا، غير باش نتجنبوا ان ديك شعليه الكنافه ملي نديروها من الفوق ما تغطش وسط من الكريمه الا كانت باقا سخونه وما متماسكاش وما شاداش راسها. غنوزع هكا الكنافه على الوجه كامل حتى يدرق داك الكريمه اللي درت ما بقاتش كتبان، ونحاول نبسط بشويه بيدينا ما نبركوش بزاف باش ما تغطش عليها الكنافه اولا تغطس يدينا في وسط منها. صافي بحال هكا ونطرف الجناب. غادي نشد واحد شويه الزبده دايبه الا كانت، ما كانتش ماشي مشكل، ندهنوها من الفوق اولا نخويها من الفوق على الكنافه باش يجينا الوجه محمر وزوين. وصافي غادي ندخلها للفرن، وهي في الفرن غادي ندوز نكمل الكنافه الفرديه. هنا انا خديت اللوز حمرته وقسمته غير بالموس هكا، كل لوزه قسمتها على 2، هي اللي غادي نعمر بها الكنافه الفرديه. من بعد خديت شوكولاته ديال الدهن وغادي ندير فوق منها شويه اولا فوق من اللوز واحد شويه بحال هكا كامله حتى نسالي. ومن بعد غادي نغطيها عاوتاني بشعريه الكنافه من الفوق ونطرف مزيان الجناب ونقادها. وغادي حتى هي يا اما ندهنوها بشويه الزبده من الفوق ولا راه كافيه ديك الزبده اللي لبسنا بها شعريه الكنافه. وغادي ندخلها حتى هي الفران باش تحمر. وصافي هنا اللي نبغي نقول لكم انكم فاش تدخلوها الفران ما تغفلوش عليها بتاتا، راه دغيا كتحمر، ما كتاخذش وقت طويل في الفران بسبب ديك الزبده اللي متلبسه بها، كتجر العافيه دغيا وكتحمر. هنا من بعد ما خرجت الكنافه ديالي كنت من قبل موجده السيرو اولا القطر كيف تيسميوه، درت غير واحد طريف ديال الحامض الماء والسكر وخليتهم يتفخوا مزيان حتى تقالوا، وكنسقي به الكنافه. وغادي نزوقها بواحد شويه ديال البيستاش مهرمش بحال هكا، كل واحد يزوق باش بغى. وصافي وغادي ندوز حتى الكنافه الفرديه. هنا زوقتها باللوز باش ندير تذكير لانني راهي معمرها باللوز من الداخل، ودرت حتى شويه الكوكاكا باش يجيو مخالفين وزويونين. هنا اللي نقدر نقول لكم هنا بامكانكم تستغناو على هذا القطر هذا اولا هذا السيرو في السقوه، بامكانكم تعوضوه مثلا لو تكونوا كتلبسوها بالزبده ديك الساعه ديروا معها واحد السكر ثقيل الكميه اللي غتناسبكم على حسب ذوقكم، وغادي تتفاداو هذه المرحله ديال السقوه. والنصيحه اللي نقدر نعطيكم في هذا الفيديو ان الكنافه ما تدخلش للثلاجه، ما تسقيوهاش بزاف باش ما تاخذش باش ما تفقدش ديك التقرميله ديالها. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وصافي انا هنا هزيت الكنافه ديالي ومشينا فطرنا عند عكوز اختي، الله يدوم اللمه والمحبه ان شاء الله. ونلقاكم نتوما بالهنا والراحه في الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.